ازاي تعمل صور ابيض واسود بتكه واحده جوه اللايت روم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المبدعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم عبد العزيز ابراهيم في فيديو جديد من سلسله اللايت روم، واللي فيها بنتكلم على ازاي تعدي صورك من الصفر للاحتراف جوه برنامج اللايت روم. النهارده هنتكلم على البلاك اند وايت او الابيض واسود، وازاي تحول صورك من الابيض واسود. هنعرف مع بعض الطرق المختلفه اللي تحول بيها صورك من ابيض واسود، وازاي تعمل اديت للصور بحيث ان انت تطلع بنتيجه مرضيه ليك وقريبه من الستايل اللي انت عايزه. قبل ما نبتدي خلينا ناخد نبذه صغيره على الابيض واسود. الابيض واسود هو كان بدايه التصوير تقريبا، يعني لما التصوير ابتدى كان التصوير ابيض واسود بس ما كانش فيه الوان، وساعتها كان المصورين بيستخدموا افلام ابيض واسود. الافلام دي بتبقى فيها كونتراست معين، فيها درجات معينه، كانوا بيستخدموا كمان فلترز عشان ويلعبوا فيه درجات اللون الرمادي اللي موجوده. ممكن تبقى تخليه اغمق شويه او افتح شويه على حسب الفلتر اللي موجود. الفلتر دي كانت غالبا بتبقى احمر، ازرق، اورنج او اصفر حسب الافكت اللي انت بتدور عليه. ولكن بما اننا دلوقتي في عصر ديجيتال، فالكاميرا بتاعتك تقدر تصور الوان وتحول بعد كده الصور بتاعتك الابيض واسود جوه اللايت روم او جوه اي برنامج تعديل الصور. وفي اسئله كتير ممكن نسالها لنفسنا كمصورين، زي ليه اصلا بنصور ابيض واسود، او ليه ممكن نصور ابيض واسود، وهل كل الصور تنفع ابيض واسود ولا لا. الاجابات بتاعت الاسئله دي مش واحده، وفي نفس الوقت الاجابات بتاعت الاسئله دي بتعتمد عليك انت اصلا كمصور. هل انت ده ستايل انت رايحه، وهل في سبب معين عندك ان انت تصور ابيض واسود ولا لا. في مقوله الشهيره بتاعت المصور تيد جرانت، واللي كان بيقول لو انت بتصور الناس الالوان فانت بتصور ملابسهم، ولكن لو بتصور ابيض واسود فانت بتصور روحهم. ممكن تتفق او تختلف مع المقوله دي، ولكن الابيض والاسود كان وما زال وهيفضل نوع من انواع الستايلات اللي موجوده في التصوير، واللي لها المحبين بتاعها سواء من الفنانين او حتى من الناس اللي بتتفرج على الصور. فخلينا نفتح اللايت روم ونشوف ازاي نحول الصور بتاعتنا من الوان لابيض واسود. صلى على النبي وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جينا هنا فتحنا اللايت روم وقلنا انا عندي صوره وعايز احولها لبلاك اند وايت، طبعا الصوره اصلا عشان تحولها لبلاك اند وايت هي لازم تبقى كصوره الوان اصلا كويسه، وبعد كده تبدا تحولها لبلاك اند وايت. فهنا الصوره الاكسبوجر بتاعها تمام، ممكن نزود كونتراست شويه ونزود الشادوز شويه. في كذا طريقه عشان تحول لبلاك اند وايت. اول طريقه ان انت تقلل الساتوريشن، تجيب الساتوريشن على الزيرو، تبدا تغير الحاجه بتاعتك اللي انت عايزها. او الحاجه الثانيه ان انت تتكى على بلاك اند وايت، او من البروفايل تختار ادوبي مونوكروم، او لو عندك بروفايل تاني بلاك اند وايت تبدا تختاره وهو هيحولك الصوره لبلاك اند وايت. دي الصوره لو احنا لاحظنا مفيش كونتراست. معظم الناس بعد ما بتحول الصوره لبلاك اند وايت بتروح جايه على الكونتراست وتروح جايه مزوداه، ولكن ده او ان هو بيزود لك التباين جوه الصوره، ولكن بيعمل حاجه اساسيه وهو بيغمق الصوره. فانا ما بحبش اعمل كده، فهرجع تاني. اول حاجه انت تعملها تبص على الهيستوجرام. لو بصيت على الهيستوجرام بتاعك ولقيت ان هو مفيش بلاك بوينت ومفيش وايت بوينت، تبدا وقول له السيت البلاك بوينت والوايت بوينت. البلاك بوينت يعني هروح جاي متكي على الالت او الاوبشن كي في الكيبورد واقول له تعالى هنا لغايه لما يظهر عندي بلاكس. اي حاجه هنا سودا فهي بتبقى كومبليتلي بلاك او سودا تماما لو انت هتطبع او حتى على الشاشه. نفس الكلام للوايت بوينت، افضل ازود لغايه لما تبقى في يبدا عندي يظهر وايت في الصوره. بعد ما انا عملت كده اوريدي الكونتراست عندي زاد. لو راح جاي برضه من الحاجات اللي بتلعب في الكونتراست هي الكلاريتي بتاعتي. يعني لو زودت هنا الكلاريتي ل 10، بعد كده جيت على التون كيرف قلت له انا كمان عايز ازود الكونتراست اكتر او اقلل الكونتراست اكتر، تمام. بعد كده جيت على الكالر ميكسر واللي بقى بلاك اند وايت جوه البلاك اند وايت. اول ما اخترت ان انا ادوبي المونوكروم فهيجيبها لي البلاك اند وايت، فابدا انا اتحكم في درجات الالوان او درجات الجراي بتاعه الالوان. يعني انا هنا عندي الصوره اصلا الاصليه كان فيها اخضر، فيها تقريبا ازرق. فلو جيت هنا مثلا خلينا ناخدهم واحده واحده ونبدا نغير الاحمر. طبعا الصوره الاصليه اصلا ما كانش فيها احمر فمش هيغير معايا في حاجه. الاورنج نفس الكلام،
لكن لما هاجي العب في اليلو المفروض انه يبدا يغير معايا، وده لان الصوره فيها اخضر كتير، والاخضر والاصفر غالبا بيبقوا مرتبطين ببعض قوي في جوه الصور. فانا برضه بلعب لغايه لما الاقي حاجه معينه انا هجيبها. جرين، تمام. الاكوا بالنسبه للبلو، طبعا تخلي بالك وانت بتلعب في الالوان دي ان انت ما ما يبقاش عندك اسمه بوسترايزيشن جوه الصوره. بيربل والماجنتا، ما اعتقدش ان انا عندي الوان بيربل وماجنتا جوه الصوره. طبعا الصوره دي من الصور اللي كويسه جدا كمثال للابيض واسود، لان هي اصلا الصوره فيها كونتراست عالي. طبعا انا كده الصوره تمام بالنسبه لي، ولكن لو انا عايز ازود حاجه فانا اروح جاي عامل بالماسك وابدا العب بالماسك بتاعي، وانزل على الكيرفز وابدا اقول له والله زود لي الميد تونز عندي في الحتة دي، مش قوي، بسيطة. ممكن كمان نزود فيها كونترست، فاهم؟ فأنا ده بيزك إيديتنج الصورة، طبعا مساعدة إن أنا أعمل ده بسلاسة. ناخد كمان مثال على الصورة دي ونعملها بطريقتين. غالبا بشتغل على الطريقة التانية اللي هو تك على بلاك اند وايت أو الأدوب مونوكروم، وتبدأ تلعب أنت في الصورة بتاعتك. أنا هنا عشان الصورة بلاك اند وايت فأنا عايز فيها كونتراست. الصورة دلوقتي ما فيهاش كونتراست تقريبا، ولو عملت كده كمان كونتراست بتاعي قل. لما بيبقى ما عنديش كونتراست فتبقى الالوان كلها قريبه من بعض. يعني ايه الالوان كلها قريبه من بعض؟ يعني كله في الرمادي او الميد جراي، يعني كله في تون واحد او قريب قوي من بعض. بس انا كطريقه ممكن وفي ناس بتبقى هي دي الحاجه اللي عايز يوصل لها، ولكن انا كستايل شخصي يعني لو بشتغل بلاك اند وايت فانا هشتغل على هاي كونتراست، نفس الكلام في الالوان، ولكن خاصه في البلاك اند وايت انا بحب الكونتراست عندي يبقى زي دي. هاجي هنا عند البلاكس واتك على الاوبشن كي او الالت كي وابدا اقللها بحيث ان انا يبقى عندي بلاكس. النقط اللي باينه عندي في الاسود دي كده توتال بلاك، تمام. في نفس النقطه بالنسبه ايه للابيض بتاعي برضو. وانا اوريدي عندي ابيض فممكن ما العبش فيها كتير، فانا برضو عايز يبقى عندي توتال وايت جوه الصوره. لو انا حابب ان انا ازود الكونتراست عندي او التباين عندي بالسلايدر فانا ممكن اعملها كده، ولكن الكونتراست مشكلته هنا ان هو هيغمق لي الصوره، دي النقطه الثانيه، ومش هتبقى في الحتت اللي انا عايزها. انا من غير اي حاجه خلينا نتحكم هنا في التمبريتشر في البلاك اند وايت بتغير درجه الجراي في الصوره. بدل ما اجي العب في السلايدر بتاع الكونتراست واللي هيزود لي الكونتراست فعلا في الصوره، هدخل على تون الكيرف واختار نقطه في الميد تون، وانا شايف الميد تون عندي الدرجه بتاعتها كويسه، ولكن الهايلايتس هنا زادت قوي، فابدا ان انا اقللها. ارجع تاني، لو نزلت هنا على البلاك اند وايت وقلت ده دلوقتي الالوان اللي موجوده عندي في الصوره، لو تكيت له على اوتو هيبدا هو يظبط لي الالوان بطريقه معينه. غالبا ده اس كيرف هو بيعمله اوتوماتيك، معظم الاحوال ما بتبقاش متغيره قوي، ولكن خليها ترجعه تاني ونبدا نغيره احنا واحده واحده. فلو انا فاكر الصوره نفسها، خلينا ناخد فيرتشوال كوبي من صوره ونقول له ريسيت، نزود الاكسبوجر ونزود الشادوز بتاعتي، واقول له والله دي الصوره الاصليه بتاعتي. الصوره الاصليه كانت بتاعتي كانت الالوان اللي فيها ايه؟ كان عندي احمر، عندي هنا اللي هو الاورنج مؤثر على السكين تون، عندي برضو اخضر في الخلفيه شويه، عندي اصفر هنا. فلو جيت هنا والالوان اللي عندي فيه كلر ميكسر، هبدا ان انا اتحكم في اللون نفسه
بحيث ان انا ازود الكونتراست جوه الصوره نفسها. جرين مش هيأثر لانه ما كانش عندي اخضر اصلا كتير في الصوره. اكو نفس الكلام مش فارقه بالنسبه للبلو، فانا ممكن اقلله كمان. والبيربل طبعا انت مش عايز برضو يبقى فيه حدود زي الحدود اللي بدأت تظهر هنا دي، انت مش عايز تظهر معاك، او على الاقل ما تبقاش واضحه للدرجه دي. اخر خطوتين هنعملهم في الصوره هنا، اول حاجه هي الكلاريتي او الديهيز او التكتشر. الثلاث حاجات دول بيلعبوا اصلا في الكونتراست بتاع الصوره. فانا لو زودت التكتشر او الكلاريتي عندي شويه، هلاقي ان بدا يبقى في عندي كونتراست كمان في الصوره بتاعتي، مش محتاج ازوده قوي. 10 تمام. لو قللت الدي هيز هلاقي الكونتراست عندي قل، لو زودت الدي هيز طبعا هتلاقي الصوره عندي بقت عامله. طبعا كمان لو انا تكشر نفس الكلام، فبما ان انا زودت كلارتي قوي فانا هقلل التكتشر بحيث ان الصوره تبقى عندي افضل. لو بصيت على الصوره عندي هلاقي ان انا عندي الصوره الحتت اللي تحت العين دي بالنسبه لي انا مظلمه شويه. فانا اروح جايب ماسك واقول له هات البرش واقلل الفلو شويه والدنسيتي شويه، واقول له والله اعمل لي ماسك هنا كده، واقول له زود لي الاماونت كمان نيو ماسك، واقول له تعالى بقى ونعمل زوم على العين. ان انا لان عندي بقت مظلمه خالص، انا عايز اشوف لو هعرف، انا عايز اشوف لو هعرف اطلع فيها تفاصيل اكتر ولا لا. نزود كمان ماسك هنا على الشفايف، اقول له والله خليها لي غامقه شويه. بس لو شفنا اربش وبعد، لان هنا نحول الصوره دي اوريدي لبلاك اند وايت، ونشوف فرق ما بين البلاك اند وايت اللي بيطلع العادي والبلاك اند وايت اللي انا اشتغلت عليه في فيرجن تاني، عن طريق ان انا غيرت بس الكونتراست وبعد كده لعبت في طبعا التون كيرف وكمان الكالر ميكسر. طيب دلوقتي هل في فيرجن انت حابه عن التاني؟ يعني هل ده مثلا افضل ولا ده؟ الكونتراست هنا اقل بكتير من هنا، الكونتراست هنا زياده، وده ممكن فعلا ان هو لو ده اللوك اللي انت رايح له فتمام، لو ده اللوك اللي انت رايح له فبرضه ده تمام. طب فدي طريقه ودي طريقه تقدر تشتغل بيها على صورك. تعال ناخد مثال كمان لاندسكيب ونشوف. هنا نفس الكلام، الصوره عندنا الاساسيه الاكسبوجر بتاعها نوعا ما مظبوط. زود بس شويه وابدا اقول له حولها لي بلاك اند وايت، فابدا اسنت البلاك بوينت والوايت بوينت. عندي اوريدي بقى في عندي كونتراست جوه الصوره. هاجي هنا للكلاريتي، هزود الكلاريتي سنه صغيره كده مور، ممكن اعمل ديكيز ادخل على البلاك اند وايت او كلر ميكسر، ونبدا نشوف الالوان اللي عندنا. الالوان اللي عندنا اصلا كانت اخضر في ازرق، فلو جينا هنا لو لعبنا مثلا في الاحمر مش هنلاقي في تغيير. لو لعبنا في الاورنج في تغيير بسيط. اليلو، الاصفر المفروض هيأثر لان هو الاصفر والاخضر مع بعض هتلاقيهم
مرتبطين قوي ببعض. فانت لو في عندك صورة فيها اخضر كتير هتلاقي ان في اصفر نفس الكلام. ده اكيد برضو البلو موجود في السماء، مش شايف اي تغيير. نفس الكلام هنا، مش شايف اي تغيير. لو جيت هنا وعملت ماسك للسماء، فجينا عامل ماسك للسماء، وانا السماء عايز ازود فيها الكونتراست اكتر من اللي باين عندي. طبعا هختار لي السماء ان شاء الله تبقى الماسك التحديد بتاعه صح. اكشلي كمان اد brush. طبعا حط الحتت دي كلها معاك في الماسك، تبدا نشوف الكونتراست بتاعي. هنزل على الكيرف، ابدا اقول له ظبط لي الكونتراست عندي. ممكن نعمل كمان ماسك brush، اقول له بقى انا عايز الجبال اللي هنا دي زودت كونتراست في الحته اللي فيها الجبل. تمام، فانا كده تقريبا وصلت لحاجه دراماتيك قوي. الصوره دلوقتي بقت دراماتيك قوي. لو دي صوره، لو احنا حولنا فقط البلاك اند وايت، طبعا احنا ممكن هنا نزود الكونتراست بتاعنا للاخر، وكمان نزود الوايتس ونقلل البلاكس، بحيث ان انت يبقى عندك كونتراست زياده. ودي الصوره اللي احنا اشتغلنا عليها. تاني، هي اتس ماتر اوف تيست، يعني انت الذوق بتاعك ايه او انت الستايل بتاعك ايه. خلينا ناخد صوره كمان. هنا ده صديقي مهند، وخلينا برضو نحولها لبلاك اند وايت. لو قلت له بلاك اند وايت هيبدا هو غير لي كلر ميكسر لبلاك اند وايت. الطريقه الشائعه اللي الناس بتعملها ان هي تروح جايه مزوده كونتراست. ممكن ازود الهايلايتس بتاعتي، وكمان ابدا ازود الوايتس. ممكن ازود الاوفر اول اكسبوجر، وازود الكلاريتي. لو جيت هنا عند البلاك اند وايت، انا عايز الجرين نفسه يبدا يبقى اغمق في الصوره. نفس الوقت خلي بالي من هالو افكت اللي هيظهر في التيشيرت. فدي كده الصوره نتيجه مرضيه. خلينا ناخد فيرتشوال كوبي من الصوره ونست كل حاجه تاني، وناخدها بالطريقه التانيه. يعني عاملينها بلاك اند وايت، هنيجي نست البلاك بوينت. انا بعرف عندي البلاكس فين، وفي نفس الوقت هسيت الوايت بوينت just a little bit too much. انا محتاج اقلل الاكسبوجر، لاني لما زودت آه، just like this بس كده. ممكن كمان اقلل الهايلايتس عندي، ان انا كده كده ناوي العب ب. ممكن نزود الكلاريتي والتكتشر، ودول من الحاجات برضو اللي بتأثر على الكونتراست في الصورة. خلينا نيجي هنا ست لاج بوينت عندي طريقة بسيطة، أو ممكن أعمل هنا دراج. ده خلي لي عندي الاكسبوجر مظبوط. لو جيت هنا الأورنج، بدأت ألعب في السكين تون بتاعه. وبالنسبة للجرين خفية، برضو هنلاقي اليلو مؤثر معاها.
لغايه لما توصل للإفكت اللي عاجبك في الصوره. التيشيرت بتاعه تقريبا كان اكوا او ستاك بلو، اعتقد بلو. فدي طريقه، تعالى نشوف الفرق ما بين صورتين. في فرق واضح في الكونتراست، كميه الكونتراست اللي احنا عملناها. طبعا انت ممكن تعمل كونتراست مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه لما توصل للطريقه للحاجه اللي انت عايزها. الصوره دي برضو نفس الكلام، هي صوره كويسه جدا كبلاك اند وايت لان هي فيها اوريدي كونتراست واضح للناس، كونتراست واضح للناس. فلو جينا وقلنا له والله خليها لي بلاك اند وايت، وقلت له ست بلاك بوينت، وانا عايز الشادوز بتاعتي bring up shadows a little bit كده. تمام. واوريدي انا عندي الشمس هي اوريدي الوايت بوينت عندي، ولكن انا عايز ازود الكلام ده شويه صغيره بحيث يبقى الافكت عندي زياده. وجيت زودت كلاريتي ل 10 او 15، ونزلت على التون كيرف، ونزلت على التون كيرف وبدات اقول له والله زود لي الهايلايتس، تعالى الشادوز البلاكس قللها لي. جاي على الكالر ميكسر. الكالر ميكسر لو انا فاكر الصوره الاصليه كان فيها بلو في السكاي، هتلاقي بلو اكوا غالبا. يا ستالت البت. وبالنسبه للاصفر كان فيها اصفر كتير برضو، واضح ان انا عندي جاست كتير اصلا في الصوره. ممكن تروح كده او ممكن كمان نقلل في الاكسبوجر اكتر. نبدا نعمل طبعا لو عايز اظبط فيها اكتر، فانا هبدا اجي بقى اعمل فيها ماسكينج، وابدا اشوف ايه الحتت اللي ممكن تتعمل هنا. يعني انا شايف الحته اللي في النص دي ممكن عشان نزود فيها الهايلايتس كمان، او نزود فيها الاضاءه، او نزود فيها الكونتراست عامه. فاهم؟ ممكن نيجي على الجبل نفسه، ولا على سبستراكت سكاي، عشان ايه ما ياخدليش اي حاجه من السما. وعايزين نعمل اد اوبجكتس، يزود لي الكونتراست بتاعي. لو جيت هنا يعني حاسس ان انا محتاج ان انا اكروب الصوره شويه، تقول له اختار لي، عايز اقلل فلو intensity، ابدا اقول له اختار لي الكلام ده sect width luminance range، واختار ال luminance range بتاع ما هو باين لي الاضاءه بس. نزود الحته دي معانا كمان. قول له تعالى بقى ده انا هنا، وتعالى زود لي highlights، قلل لي shadows، ناخد صورة بقت مختلفة تماما. طبعا برضو ممكن اعمل ايه تاني هنا. ممكن اخد الحتت دي كده، او جينا هنا على التون كيرف، وهنا الحتة دي ممكن كمان نقللها، نقلل الاكسبوجر، او نقلل الحاجة فيها اكتر.
تمام. خلينا ناخد مثال كمان على الصورة دي، نقول له حولها لي بلاك اند وايت و set الوايت بوينت والبلاك بوينت، زود داش سنة، وتعالى والله تعالى قول لي أنا عايز هنا كويس ساعتك تبقى زي ده، وعايز البلاكس فاهم. فأنا الصورة هنا تعتبر تمام. لو عايز أظبط فيها حاجة أنا راح جاي مظبط الشخص ده مثلا، ممكن أزود الإكسبوجر في شوية صغيرة، وشوفنا إن هي اتحولت لصورة بلاك أند وايت كويسة. تعالى ناخد مثال على آخر صورة هنا. الصورة عندي نفسها أصلا فيها مشاكل كإضاءة، خلينا نزود شادوز ونظبط الدنيا. بعد كده نبدأ نقول له والله تعالى حولها لي لبلاك اند وايت، زود لي الكلاريتي وزود لي التكتشر، وممكن تزود لي الديهيز ومالي زود لي الديهيز بتاعي، وتعالى على تون كيرف وقول لي انا البلاك بوينت والوايت بوينت بحددهم من هنا على طول. عايز اعمل بقى التفصيل فمش هرفع الهايلايتس عندي ليلها. لو لعبت هنا بالهايلايتس برضو ممكن ابرينج باقي شوية تفصيل الصورة، واجي هنا على البلاك اند وايت واقول له لو انا فاكر الاورنج ده هيلعب لي فيه الشخص نفسه. عندنا الاصفر هيتحكم برضو في الالوان، لان احنا عندنا اخضر كان بتاع نفسها مقدرة. حلو قوي. عملت ماسك قلت له اختار لي السبجكت بتاعي، ستيل عايز ازود الكونتراست حوالين الراجل، يعني في الميه وفي الحاجه. خلينا نشوف هيختار لي السبجكت تمام ولا لا. اكشلي مش هلعب فيها دلوقتي، ولكن هاد ماسك واقول له هات لينير جريدينت. تمام. واقول له هات بقى اللينير جريدينت هنا، اقول له سبستراكت السبجكت بحيث ان هو يشيل السبجكت من السلكشن، وراح جاي نازل هنا ومزود الكونتراست بتاعي جوه الصورة. خلينا نزود كمان linear gradient فوق على على المية، وأقول له تعالى هات لي الحتة دي كلها كده، وأنا عايز أعمل subtract والسبجكت. أنا عايز أظبط الكونتراست هنا في المنطقة دي. أنا بس عايز آخد سريعا سريعا سريعا. فأنا كده خدت برضو عملت مثال سريع للصورة نفسها، وبحيث إن إحنا نشوف إحنا ممكن نعمل حاجة تانية أسرع بكتير لو أنت مستعجل مثلا، أو لو أنت ده الستايل اللي أنت رايح له ما بين الهاي كونتراست واللو كونتراست. هنا الهاي كونتراست طبعا أنا بفضل الصورة دي عن الصورة التانية. يبقى إحنا كده عرفنا
ازاي نحول الصوره من الوان لبلاك اند وايت، ونتحكم كمان في درجه الكونتراست بتاعتنا على حسب الستايل اللي احنا رايحين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، ونشوفكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد من حلقات اللايت روم يوم الاثنين الساعه 8. سلام.